كيلو كفته جاي لي يا جماعه نص كيلو. كيلو كفته من عند حجوجه جاي لي نص كيلو. اشتريت كيلو جالي 570 جرام من عند حجوجه. ساده طبق رز ساده عند قصر الكبابجي ب 100 جنيه. هنقارن النهارده يا جماعه كيلو كفته من اكبر 3 مطاعم في مصر واولهم قصر الكبابجي وسعر الحاجه لما وصلت لي. تعالى كده كيلو كفته وواحد رز ب 1922 جنيه لكيلو كفته في مصر. وثاني واحد معانا من اكبر المطاعم حجوجه وغنيه عن التعريف، وكيلو الكفته ب 800 وحاجه بسيطه 840 تقريبا. وتالت واحد براند تقيل ولكن ملوش شهرة قوي غير في مصر الجديدة ومدينة نصر. الناس اللي في القاهرة القريبة من مصر الجديدة هتعرفوا هو شاكر الكبابجي. وده يا جماعة الراجل رقم واحد اللي عمل سندوتشات الكفتة في مصر. يعني لما كان زمان تروح تاكل سندوتش كفتة مشهور كان الناس بتروح لشاكر في مصر الجديدة. واللي يعرف الكلام ده يكتب في الكومنتات. عرفوا الناس مين هو شاكر الكبابجي يا جماعة في الكومنتات، لأن في ناس كتير الجيل الجديد ما يعرفش يعني ايه شاكر الكبابجي وقد ايه الراجل ده كان مشهور. وبسبب قلة الدعاية الناس نسيته ونسيت أصلا مين شاكر الكبابجي. الكيلو ب 640 جنيه بالرز بالحاجة كله تقريبا يعني 680 جنيه شامل توصيل والدنيا جميلة. يلا بينا هنوزن اصلا الحاجة واحدة واحدة. وانا عارف ان البرنس ده تقيل في وسطهم وهو اللي هيكسب في الاوزان، ولكن كطعم سيبها على الله. يلا نشوف اللي جاي مع كيلو الكفتة ابو 1900 جنيه ومعاه كيلو الكفتة للامانة مكتوب اهو 1462 غير شامل الضريبة. وطبق الرز بشعرية ب 84 جنيه غير الضريبة. طبق الرز دوت يا جماعة في مصر طبق رز بشعرية ب 100 جنيه واقف عليا ب 100 جنيه. طبق الرز من قصر الكبابجي سادة لا إله إلا الله. ده الدنيا يعني كده أهو. وكفرين وادي شنطة قصر الكبابجي. يلا نوزن بقى كيلو الكفتة بتاع قصر الكبابجي. عارف اللفة دي بتاعت زمان قوي. وكاتب لك عليه كيلو كفته. يا خرابي على منظر صابع الكفته وحش ودخان وجاي سخن. شكرا للفلفل. ولكن ايه احنا هنوزن. عد معايا 1 2 3 14 صابع كفته عماليق. الميزان عندك كام بيقول ايه؟ كيلو